وفاة الفنان خالد جمال الدين، عن أسباب الوفاة وأهم أعماله ومعلومات عن حياته الشخصية في التقرير التالي. وعن سبب وفاة الفنان خالد جمال الدين، السبب الرئيسي وراء رحيله هو إصابته بنوبة ضغط دم حادة، حيث نقل على إثرها للمستشفى بشكل عاجل وخضع للعلاج المكثف، لكن حالته تدهورت بسرعة والأجل سبقه. خالد جمال الدين هو ممثل مصري بدأ مسيرته الفنية في أوائل التسعينيات، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، لكنه لم يحظى بالشهرة الواسعة التي قد تليق بموهبته. ورغم قلة أدواره إلا أنه استطاع أن يترك بصمة في قلوب المشاهدين بأدائه الهادئ والمميز. ومن أبرز أعماله مسلسلات مسيو رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، وزيزينيا، وحلم الجنوبي، وأبو العلا 90، والبخيل وأنا، والولي، والخواجة، وابن ماجه القزويني، وملح الأرض، وملفات سرية، وكوكب الشرق. وشارك في العديد من المسرحيات، منها رحلة لذيذة جدا، وأنا عايزة مليونير. وقام بتأليف عدة أعمال، منها فيلم اللبيس. ومن جانبه نشر الفنان محمود عامر بيان نقابة المهن التمثيلية على صفحته على الفيسبوك، وجاء به نقابة المهن التمثيلية تنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل خالد جمال الدين الذي وافته المنية أمس، وشيعت الجنازة ظهرا من مسجد السيدة نفيسة والعزاء على المقابر. وللأسف على جميع المواقع لا تتوفر أي بيانات أو معلومات شخصية عن الفنان خالد جمال الدين، فقد كان فنانا هادئا بعيدا عن الأضواء، وركز على تقديم أعماله الفنية بعيدا عن الصخب الإعلامي. الرحمة والمغفرة للفنان الراحل خالد جمال الدين، وخالص تعازينا للأهل والأصدقاء وكل محبي. وأشكركم حبايبي على حسن المتابعة. مع السلامة.